السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلو وحادق مع شيرين. جايبه لكم النهارده بقى زي ما انتوا شايفين السندوتش اللي ولادنا يعني مجنننا وواجعين دماغنا بيه ليل ونهار، سندوتش الشاورما السوري والبطاطس السوري. احنا مصريين وحبايبنا السوريين على دماغنا وكل حاجة، بس احنا يعني مفيش حاجة بتقف قصادنا زي ما انتوا شايفين كده. عملنا سندوتش الشاورما السوري بطريقة سهلة جدا، وكمان البطاطس السوري والتومية، وطبعا الليمون المخلل ده انا عاملاه معاكم قبل كده. لو عجبتكم الوصفة اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب، ويلا بينا نشوف هنبدأ ازاي. معايا نص كيلو من الفراخ البانيه متقطعه سلايس زي ما انتم شايفين كده، ومعايا بصل بودر وتوم بودر وبابريكا وملح وفلفل اسمر وكوبايه زبادي كبيره وربع كوبايه خل وربع كوبايه زيت. بس كده. الفراخ طبعا انا غسلها كويس جدا ونقعها في ليمون قبل ما اقطعها، تمام، ومصفياها من اي ميه. اول حاجه هنعمل التتبيله بتاعه الفراخ. هنزل بالزبادي بالشكل ده، وكمان الخل والزيت زي ما انتوا شايفين، وكمان هنزل بالتوابل بتاعتي، الفلفل الاسمر والملح والثوم البودر والبصل البودر والبابريكا. سهلة جدا، مش معقدة ولا عايزة اي يعني شغل جامد يعني. وجبة سريعة ممكن تعمليها عشاء خفيف للولاد، سندوتشات معاهم في المدرسة زي ما تحبي. انا بضرب الخلطة بتاعتي كويس جدا كده، ونزلت عليها بالفراخ، وزي ما قلت لكم انا غسله الفراخ كويس جدا ومصفياها قبل ما استخدمها. هقلب بقى الفراخ في التتبيلة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه لحد ما تتغلف كلها بالتتبيله زي ما انتوا شايفين كده. الفراخ قطعيها على قد ما تقدري رفيعه عشان تستوي بسرعه ويبقى طعمها حلو في الساندوتش. بس كده انا هحطها بقى في التلاجة، ويا سلام لو سبتيها قبلها بليله. خرجت بقى الفراخ من التلاجة بالشكل ده، وقطعت بصل جوليان وفلفل الوان وطاسة سخنة على النار، ويلا بقى ننزل الفراخ بتاعتنا بدون اي مادة دهنية زي ما انتوا شايفين، وهنديها صدمة جامدة جدا، ربنا يستر عليها من الصدمة. زي ما انتوا شايفين كده هنديها صدمة. مش عايزاها تبك ميه كتير على قد ما اقدر، بس هي طبعا هتبك ميه يعني فيها سوائل كتير. هنفضل نقلب فيها ونحرك فيها بالشكل ده على نار عاليه، اوعي توطي النار عليها. انا عايزاها تاخد صدمه كويس جدا، عشان هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه بعد ما احس ان هي استوت. خلاص التتبيله بتاعتي يعتبر فكت كده من الفراخ خالص، خلاص كده تمام. هبتدي اصفيها. هتصفيها انا خلاص خدت ايه اللي انا عايزاه، والفراخ خدت اللون اللي انا محتاجاه. وهنبتدي بقى في نفس الطاسه، تمام، هنزل بشويه زيت صغيرين كده، وهنزل بالبصل الجوليان، وهنشوحه مش نحمره لحد بس ما يدبل. واول ما يدبل هنزل بفلفل الوان زي ما انتوا شايفين كده. تقطيع الفلفل ده بقى براحتك، عايزاه مربعات مكعبات، برضو سلايز زي البصل كده جوليان، زي ما انت حابه اعمليه. هنشوح الخضار، واول ما يدبل معايا هبتدي انزل بالفراخ اللي انا اديتها صدمه. قلبي بقى طول ما انت واقفه بقى قدامها دي، ما تتسبش، برضو على نار عاليه زي ما انتوا شايفين. وهبتدي اقلب فيها لحد ما احس ان هي اتشوحت كويس جدا مع الخضار. هنزل بقى بكيس طماطم صلصه معلبه كده، تمام، على الخلطه عشان تديني بقى اللون الاحمر بقى الحلو ده. يعني يا دوبك كده 5 دقايق بعد ما تنزلي كيس الصلصه ده او معلقه الصلصه الكبيره، واطفي على الشاورما على طول. هبتدي بقى في زيت غزير احمر شويه بطاطس، طبعا مفيش اسهل منها طبعا، يعني مش عايزه شرح. وهنا بقى يلا نعمل بينا التوميه. التوميه سهله جدا يا جماعه. معايا علبه زبادي كبيره، ومعايا 3 معالق كبار من المايونيز، و3 معالق من النشا، وكوبايه ميه، ونص كوبايه زيت، وربع كوبايه خل، ونص معلقه ملح، ونص معلقه سكر. وكمان معايا من 3 ل4 فصوص توم.
زي ما انتوا شايفين كده، والطريقة سهلة جدا والله، مش فيها اي صعوبة. اول حاجة هجيب حلة معايا على النار، وهقطع التوم لشرايح بالشكل ده، وهنزل عليه ب3 معالق من النشا زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي انزل بنص معلقة الملح ونص معلقة السكر. السكر هنا مش هيبان خالص، هو بس هيعزز الطعم معايا. وكمان هنزل بكوباية المية. طبعا شاورما سوري وبطاطس سوري يعني تومية، مفيش اي اختلاف عليها. هقلب بقى كده على البارد التوم مع النشا مع المية مع السكر مع الملح، هنقلبها كويس جدا لحد ما يبقى معايا الخليط شفاف بالشكل ده والنشا تستوي. هنفضيها في طبق كده تبرد خالص، وهنحضر الزبادي والمايونيز بتاعنا والزيت والخل، بقية المقادير بتاعة التومية. ويلا بينا نشوف هنعمل بيهم ايه. هجيب الخلاط بتاعي وهنزل بالزبادي وهنزل بيه المايونيز عليه، ممكن في الكبة في الخلاط زي ما تحبي، المتاح عندك اشتغلي بيه، ما توقفيش نفسك على حاجة. وهنزل بيه خليط النشا اللي احنا سويناه على النار، طبعا لازم يكون بارد. وهنزل بالخل. تمام. انا اللي باقي معانا الزيت بس. اول ما الخليط يعني يتجانس مع بعضه كده كده من فوق من الخلاط لحد ما الخليط يبقى ناعم جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بس سيبيه كده نص ساعة في التلاجة، هتتقل معاكي التومية وهتبقى تحفة. طب لو طلعت معاكي تقيلة نخففها بحبة لبن، مفيش اي مشكلة. هنا بقى خلاص الشاورما بتاعتي جاهزة معايا، ومعايا خيار مخلل، طبعا انا كنت مخللاه مع الليمون، هنسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف اللي حابب يعمل. والتومية والبطاطس، وهنبتدي نعمل السندوتشات بتاعتنا. العيش السوري ده انا شاريه جاهز، لان طبعا عشان اعمله لكم طبعا الفيديو هيطول قوي وممكن تزهقوا مني، فانا هنزله لكم بعد كده في فيديو لوحده. العيش الصاج ده انا شاريه جاهز، الرغيف بجنيه. وهبتدي بقى ان انا اعمل الساندوتش السوري بتاعي. انا دهنت الاول طبقه من التوميه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. يلا بقى ذوق الساندوتش ده بقى ليه يرجع ليكي، حابه تحطي شاورما مع بطاطس، في بعض المحلات بيحطوا كده شاورما بس بطاطس بس، زي ما تحبي ولادك يحبوا اعملي لهم. انا طبعا مقطعه الخيار صغير جدا كده عشان يتاخد في القطمه كده مع الساندوتش. وهنبتدي نلف لفه كده وبعدين نقفل من الجناب. تمام. وهنلف بقى الرول بتاع الساندوتش زي ما انتوا شايفينه كده، وهركنه جنب كده على جنب لحد ما اخلص كل الكميه، وهنشوف هنعمل فيها ايه. الساندوتش التاني ده زي ما انت شايفه كده، انا طبعا الرغيف كبير جدا يا جماعه، فانا قسمه 2 يعني عشان يبقى كده متماسك والتوميه ما تبوشوش. انا هعمله بطاطس زي ما انتوا شايفين براحتك بقى، يعني انا قلت لك طبعا ده يرجع لذوقك، واي محتوى انت عايزه تحطيه جوه الساندوتش ده برضو يرجع لك ويرجع لذوق ولادك. حطيت عليه خيار مخلل، وهبتدي ان انا اقفله من الجناب بالشكل ده، وهبتدي ان انا الفه رول. وهنشوف هنعمل ايه تاني. هنيجي بقى على الجريل بتاعنا نحط فيه شوية زيت كده ندهنه، وبعد كده هنزل الساندوتشات بتاعتنا عشان بقى تكمل سواها وتاخد بصمات كده، واتك عليها كده بأي معلقة خشب او اي سباتيولا عشان تاخد البصمة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا الساندوتش يعني ما يختلفش عن اللي بره خالص، بل انضف واحسن. اللي ولادك حابين احطه لهم فيه، حتى لو ما كانتش شاورما، اي حاجه انت حباها حطها لهم فيها وقدمها لهم بالشكل ده. بجد كان شكل حلو جدا والولاد فرحوا بيه. انا هفتح لكم كده بقى الساندوتشات عشان تشوفوا من جوه عامله ازاي. ده طلع بطاطس اهو، طبعا كنت بقى حاطه البطاطس لوحدها والشاورما لوحدها، اللي حابب ده تمام، اللي حابب ده وده برضو مفيش مشكله. وفتحت واحد شاورما، وده الليمون المخلل بتاعنا الخطير، ودي التوميه. وكان بجد عشوه حلوه جدا. ولو عجبتكم وصفتي النهارده ما تنسونيش في اللايك والشير، واستنوني في وصفه جديده ان شاء الله.